جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد قاطرة ريادة الأعمال والمقاولاتية الجامعية. جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد تواكب رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى جعل الجامعات مراكز إنتاجية تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل القرار الوزاري 1275 والمكمل والمتمم للقرار 008. تمكن الجامعة الطلبة من التخرج بشهادة مشروع مؤسسة ناشئة أو براعة اختراع، ما يربط بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الاقتصادية الحقيقية. أيام تحسيسية ورشات تعريفية بالقرارات الوزارية لنشر ثقافة الابتكار والمبادرة بين الطلبة. مركز تطوير المقاولاتية يقدم برامج تدريبية ودعما عمليا للطلبة من إعداد خطط الأعمال إلى التسويق والإدارة المالية عبر حضور ميداني ومنصات رقمية. اتفاقيات تعاون مع الوكالات الوطنية لتتوين البحث ودعم المشاريع الناشئة لتوفير بيئة متكاملة للابتكار. مرافقة الطلبة أثناء مناقشة مذكرات التخرج وربطها بالممارسة العملية مع منح شهادات مشروع مؤسسة ناشئة. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وتحفيزهم على إطلاق مشاريع اقتصادية مستدامة. إنشاء بنية دعم شاملة تشمل مركز تطوير المقاولاتية وحاضنة الأعمال تربط الطلبة مباشرة بالقطاع الاقتصادي. توسيع نطاق الشراكات الرقمية والوطنية لدعم الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة. أكيد دور الجامعة كمحرك للتنمية الوطنية وقاطرة للإبداع والابتكار لدى الشباب. جامعة التكوين المتواصل ديدوش مراد تجسد نموذجا جامعيا متقدما يربط التعليم الأكاديمي بريادة الأعمال والمقاولاتية بفعل برامجها المدروسة. المنصات الرقمية، الشراكة الاستراتيجية، تصنع الجامعة أجيالا من رواد الأعمال الشباب مزودة بالمعرفة والأدوات اللازمة لتصبح فعلا محركا للتغيير والابتكار والتنمية الاقتصادية في الجزائر.